السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيتكلم عن الكشري المصري. الكشري المصري دلوقتي انا جبت عدس بجبة ونقعته اهوت من امبارح، وبعد كده حطيته على النار وهسيبه بقى يستوي. وما يستوي بقى هجيب لك بقى كل المكونات ازاي هنعملها بطريقة جميلة وسهلة وتقدر تعملها في البيت، وحاجات ايه موجودة في البيت. وصلوا بينا على النبي كده، وان شاء الله ان شاء الله هقول لكم ايه كل ايه الخطوات ايه واحدة واحدة. دلوقتي جبت مكرونة قلم ومكرونة عادية اهي لخبطتهم على بعضهم اهو. بعد كده جبت مكرونة سباكيتي اهيت اهي، مكرونة سباكيتي اهيت. ايه رايكم في الجمال ده؟ كل ده هلخبطه على بعض واسلقه. بسلق المكرونه اهيت. عملت المكرونه القلم والمكرونه العاديه واستنيت شويه بس بسيطين، بس اما دي تاخد قلبه اقوم حاطه المكرونه الاسباجيتي. بعد ما سلقت المكرونات اهيت، دي المكرونه سباكيتي، مكرونه سباكيتي اهيت. اللهم صل على النبي. دي مكرونه قلم ومكرونه عاديه. وبعد كده ده العدس بجبه اهوت، كل ده سلقته اهوت. عفوا، صلوا بنا على النبي كده. حطيت الشعريه اهيت، هحمرها بقى اخليها اللون الذهبي. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. قد الشعريه اتحمرت اهيت، بقت اللون الذهبي الجميل اهوت. يعني كمان شويه عشان ايه هي كده كده بتبيض مع ايه مع الرز. وبعد كده ان شاء الله بسم الله توكلت غسلت الرز اهو هحطه. هنقلب ده كله ببعض اهو. بعد كده هحط ميه سخنه اهي. خارج. وبعد كده حطيت ايه العدس بجبه اهوت على رز بشعريه. حط كمان شويه. ايه رايكم كده؟ وصلوا بينا على النبي اهوت، شرب خالص اهوت وحطيت بقى. ايه رايكم؟ ايه الجمال ده؟ وبعد كده هغطيه بقى لما يستوي. بعد كده جبت بصل اهوت هعمله حلقات عشان احمره اهو، بس بعمله ايه سمك واحد، ما بعملوش تخين اهو. بعد كده حطيت التومه اهيت عشان اعمل ايه الصلصه بتاعتها اهيت هتتحمر بقى. وبعد كده ايه هطش عليها ايه الصلصه. هحط لها كزبره ناشفه اهيت.
مع فلفل اسمر. ما تحطوه كده مع الدقه دي تخليها ايه ريحتها خطيره خطيره خطيره. مع كمون. بعد كده ايه هضرب الصلصه واجيبها لكم طماطم. بعد كده حطيت الصلصه اهيت اللي هي الطماطم، يعني مش صلصه يعني طماطم، بس انا سلقتها عشان تبقى زي الصلصه. انا بسلقها عشان تبقى زي الصلصه. حطيت بقى الملح بتاعها، حطيت البهارات. بعد كده هحط الملح. هسيبها بقى ايه تتسبك معاكم اهي. دي بقى دقه اهيت عباره عن توم، خل، ملح، كمون، فلفل، شطه. دي دقه اهيت. بعدها بقى ان شاء الله هحط عليها شويه ميه سخنين. اهي حطيت الميه السخنه اهيت ودوبتها اهيت. عباره عن شطه، كمون، فلفل اهيت، تومه. دي الدقه اهي. حطيت وشويه ايه وخل. انا بحبها مشطشطه مشطشطه. وبعد بقى بجهز كل حاجه اهيت. ده البصل اهو بيتحمر اهو. خد اللون الذهبي اهو. صلوا بينا على النبي بقى. وبعد ما اخلص خالص هوريكم بقى هعمله ازاي واروقه ايه ان شاء الله. هحط لكم كل حاجه ايه بصورها لكم. بس اهم حاجه تصلوني بقى على النبي وتعملوا لي شير ورايك وتفعلوا لي الجرس. اول حاجه حطيت اهوت اول طبق اهوت رز بشعريه والعدس بجبه اهوت. بعد كده هحط المكرونه العاديه مع المكرونه القلم. اهوت. دي بعد ايه ما حطيت المكرونه اللي هي السباكيتي والعاديه. طبعا حاطه بقى ايه مكرونه زي المكرونه السباكيتي اهيت مفلفله وجميله اهيت. وبعد كده هحط البصل اللي متحمر اهو. لما خلصت اهوت دي الدقه اهيت. وده البصل وده الصلصه بتاعتها. دي بدل ما اشتري طماطم انا بسلق الطماطم يا جماعه عشان تبقى صلصه. انا ما اعرفش ما اضمنش الصلصه اللي في الاكياس. وكل حاجه بقت كومبليه اهيت. وصلوا بينا على النبي. وعايزاكم تعملوا له شير ولايك واعجاب وان شاء الله وتفعلوا لي الجرس واستنوني مع فيديو جديد. ومع السلامه وباي باي. مع ايه